بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسعد بلقائكم وبتجدد سهرة الصلح المخصصة كل ثلاثاء وعلى مدار ساعة و10 دقائق. برنامج الصلح خير يرحب بأوفياء برنامج الصلح خير، ويرحب بكل من يتواصل مع البرنامج، كل من يتصل بنا وكل من يتواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني وعن طريق أيضا البريد العادي، وأيضا من يتواصل معنا عن طريق الأقمار الاصطناعية. لا ننسى أيضا أن نحيي الجالية المسلمة في المهجر التي تتابع البرنامج. برنامج الصلح خير هو برنامج لكم ومن أجلكم، والصلح الحقيقي هو الذي تسكن إليه القلوب والنفوس ويزول به الخلاف. يزول الخلاف بحضور فضيلة الدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح الذي يحاول إصلاح ذات البين من خلال عودته إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. فضيلة الدكتور سعيد بويزري ينهاكم عن النزاعات والخلافات لأنها لن تدوم طويلا. إن عدتم معنا نعود معكم بالصلح بحول الله تعالى، والصلح خير. نرحب بكم، ولا بأس قبل بداية البرنامج أن نذكر بالأرقام الهاتفية التي ربما تعودتم عليها، ولكن لا بأس أن نذكر بها للمشاهد الكريم، وهي 021 37 42 87 021 37 45 64. ومن أراد أن يتصل من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00213. بالنسبة للبريد الإلكتروني صلح @ENTV. وبالنسبة لموقع فضيلة الدكتور السعيد بويزري، وهو موقع ب4 لغات www.bouizri.net www.bouizri.net. ومن أراد أن يتصل بالمكتب فضيلة الدكتور فستشاهدون أيضا رقم المكتب في أسفل الشاشة 026 12 74 41. نرحب بكم جميعا معنا في هذا البرنامج، برنامج والصلح خير. نحاول إصلاح ذات البين دائما، ونستفتح هذه السهرة المباركة بالترحيب بالرجل المصلح فضيلة الدكتور السعيد بويزري. دكتور، كيف حالك؟ بخير الحمد لله، نسأل الله دوام النعم ونسأل الله تمامها إن شاء الله. إنك تقرأ في بريد ربما وصلك للتو. مشاكل الناس دكتور. مشاكل الناس، نعم، نجتهد في خدمة الناس بقدر الإمكان، فنقرأ جميع المراسلات والاتصالات التي ترد إلينا. ربما دكتور بعضها نجيب عنها هاتفيا، والبعض الآخر بالمقابلة الشخصية، بعض الآخر بالمعاينة إلى موطن النزاع، والبعض الآخر نرد عليه هكذا مباشرة. نعم دكتور، يعني عن طريق البرنامج. نعم دكتور، ربما أريد تدخل قصير لفضيلة الدكتور، لأنه فضيلة الدكتور ينتظر منك الناس يعني التعقيب على مشكلاتهم عن طريق البريد الإلكتروني أو الموقع فضيلة الدكتور سعيد بويزري، وحتى بعض الأسئلة التي تبقى هكذا عالقة في البرنامج. كيف يوضح فضيلة الدكتور سعيد بويزري؟ يعني كما قلت لهم دكتور قال لك حبينا نسمعوها من الدكتور، وعلى بالنا بلي راح يجاوبنا، ولكن هم عايشين مشاكل وماذا بهم لو كان هذه المشاكل تتحل بسرعة. دكتور، ماذا يقول الرجل المصلح في برنامج والصلح خير لمحبيه ولهؤلاء المشاهدين الكرام؟ تفضل دكتور. لك الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، بسم الله السلام عليكم ولتنون والصلح خير. سؤال مهم الأخت نجاة يطرح ميران، ولا بد من البيان هذه المرة، والبيان في كل فرصة تتاح. نعم. أولا، جميع المراسلات تؤخذ بعين الاعتبار، سواء جاءت عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق البريد العادي. نعم. كما سيشاهد يعني السادة المشاهدين بعد حين بعض الردود، وكذلك التي تأتي عن طريق الهاتف بقدر الإمكان. في الواجبات فعلا أكثر من الأوقات، ولكن الحلول التي نقدمها بقدر الإمكان والخدمة التي نتشرف بها، وخدمة المجتمع شرف، ودائما نكرر هذا الكلام، نسأل الله عز وجل أن يستخدمنا وأن يجعلنا دائما خداما لهذا المجتمع إن شاء الله. بعض القضايا تحل عن طريق المعاينة، يعني معاينة موطن النزاع والإشراف المباشر على حل النزاع
والحمد لله على مستوى القطر الجزائري بل حتى خارج الوطن. هذه من جهة في حدود الطاقة والإمكان. نعم. أحيانا يكون الحل باستقبال أصحاب القضايا في المكتب، نستقبلهم في المكتب أو في المسجد أو في مكان معين نتفق عليه فيحضر الخصوم، ورب سبحانه عز وجل هو اللي يفري المشاكل، نحن فقط مجرد أسباب نتخذها ليس إلا. أحيانا تحل المشكلات عن طريق البرنامج مباشرة، لأن القضايا تتشابه، قد يقدم توجيه الأخت نجاة معين لقضية معينة ونجد العشرات أو المئات من القضايا المشابهة لهذه القضية فيعملون بالقياس، يقول كيما القضية هذه فرات بهذا الشكل نحن أيضا نحلوها، لأنه ليس شرطا أن يكون الجواب لجميع المشكلات مشكلة كل واحدة على حدة، لا، المشاكل تتشابه في كثير من الأحيان سواء كانت عقارية أو أسرية اجتماعية مدنية. نعم. إلى غير ذلك. نعم. وأحيانا يكون الحل عن طريق كما قلت عن طريق الهاتف، يعني تكون الخدمة عن طريق الهاتف، يعني بقدر الإمكان رغم كثرة الهواتف، ولكن نحاول بقدر الإمكان الرد على الهواتف أو المكالمات الهاتفية، وكذلك بعضها عن طريق البريد الإلكتروني. نعم. الردود من المكتب مباشرة. بالمناسبة أحيي المشرفين والقائمين على المكتب وعلى سهرهم في خدمة جميع القضايا من خلال الردود عن طريق المكتب، عن طريق البريد الإلكتروني، وكذلك الآن عن طريق البرنامج نقرأ الرسائل ونرد عليها. هذا ما نستطيع، ولكن نجتهد باستمرار في تقديم أكثر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لخدمة الخير إن شاء الله دكتور. وهذا توضيح مهم جدا بالنسبة للمشاهد الكريم حتى نكون في الصورة. دكتور نسلم لك الأمانة، إذن اليوم عندك 3 رسائل عن طريق البريد العادي، وهناك سؤال مثل ما يفعل أحمد طالب في بعض الأحيان وزميلي واشم يقول لك هذا السؤال نحولوه لوصلحه خير. احنا عندنا واحد المساءلة تاع واحد السيدة تسأل عن شركة العمل في شركة التأمين. سنحول السؤال تاعك سيدتي الكريمة إلى فضيلة الدكتور سعيد بويزري، وراح يجاوبك عليه يوم الأحد بحول الله تعالى في برنامج هل سألوا، طالما كل البرامج هي في خدمة الخير وفي خدمتكم بحول الله تعالى. إذن في المرة الماضية دكتور وعدنا السيدة نوال. سيد أحمد إذا كنت معي سيد أحمد وأنت معي منذ بداية البرنامج. سيدة نوال، هذه هي رسالة تاعك اللي قدمتها لفضيلة الدكتور سعيد بويزري. قبل أن نتحدث عن نناقش موضوع العنف ضد الأطفال سيحاول التعقيب عليها. تفضل دكتور، ثم نرى في بعض المسائل التي بقيت في الحلقة الماضية ونحن نتحدث عن العنف بين الأزواج. تفضل دكتور. لكن طبعا رسالة الأخت نوال رسالة طويلة جدا، حاولنا تلخيصها في صفحة كاملة وركز على أهم النقاط. الأخت نوال، أنت قلتي أنك تزوجتي عام 2004 بابن عمتك، يعني ابن عمتها في المقيم بفرنسا. نعم. ورزقتما بابن وبنت، ولكن ودرت صالون للحلاقة خاص بالنساء وخاص بالرجال، وطبعا كل هذا المال يعني أنتم اللي ساهمتوا، يعني هي مع زوجها وكذا، وكذلك مبلغ من المال عبارة عن قرض من بنك فرنسي. نعم. طيب، ولكن هذا الزوج زوجها لظروف معينة هي ذكرتها لأسباب معينة، اكتب اسم باباه أيضا، يملك 50% في هذا الصالون. يعني يملك هذا الوالد 50% في هذا الصالون في الوثائق فقط، ولكن من ناحية الحقيقية الواقعية لا يملك شيئا. يعني هذا الوالد قد شاء القدر أن يفارق زوجي الحياة سنة 2010، يعني بعد 6 سنوات من الزواج زوجها الله يرحمه مات. قال لك فتحملت أعباء الديون لوحدي. طلبت من أهل الزوج التكفل يعني ببعض الديون، ولكن رفضوا. طيب، ثم قلت فقررت العمل ليل نهار من أجل أولادي وسد الديون وتسديد الديون وهكذا، فوصلت العمل وتحملت مشاق الحياة ومتاعبها لوحدي وتكفلت بتربية أولادي دون مساعدة أي حد إلى آخره. في 2013 جاءت الجزائر وتزوجت بشاب جزائري محترم متدين كما قالت في رسالتها. نعم. قالت لك بعدين يعني عائلة زوجها الأول طلبوا منها الخروج من البيت. مباشرة. نعم. ثم
أنه فيه دخل بعض رجال الصلح، ولكن يعني أهل زوجها الأول رفضوا الصلح وهكذا. ذكرت جملة من المعطيات وفيه مجموعة من الأسئلة نصوغها بالشكل الآتي. هي تقول: هل ما فعله أهل زوجي صائب، وهل أنا على صواب أم مخطئ؟ الجواب: ما فعله أهل زوجك بالنسبة لعدم تحمل الديون هذا خطأ يعني من جهتهم. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية واش تقول؟ تقرر الآتي: كيموت إنسان اللي اسمه المورث ترك أموالا، تركات، سواء كانت منقولات أو عقارات، وترك ديونا. طيب هذه الديون متعلقة، هي حقوق متعلقة بالتركة، بمعنى كيموت الإنسان لازم قبل ما تقسم التركة لازم تسديد الديون طبقا للقاعدة الشرعية: لا تركة إلا بعد تسديد الديون أو سداد الديون وتنفيذ الوصايا إن وجدت، الوصايا الاختيارية والوصية الواجبة أحيانا في بعض الحالات. طيب إذن هنا الآن الرجل هذا مات، يعني زوجها الأول مات الله يرحمه. المفروض كيفاش يتم؟ يديروا إحصاء للممتلكات اللي خلاها، وكذلك إحصاء للديون. الديون هذه يا إما نحوها مما ترك من أموال، أو العائلة كلها تتكفل بتسديد هذه الديون بطريقة تضامنية، يعني ما يخليوش الأخت نوال وحدها تتحمل كاع الديون. هذا خطأ من جهتهم. جاب ضرب الأمر واضح. طيب أما كون الوالد والد زوجها الأول تمسك بالوثائق، قال أنا عندي 50% أنا نأخذ، نقول لا، لأنه العبرة بالشرع. الشرع يقول لك ما عندكش الحق، عندك الحق فقط في الميراث. نعم. الميراث يعني عندك السدس. ربي يقول في القرآن الكريم، والحل راه موجود في القرآن الكريم: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. نعم. ما دام هذا زوجك يا الأخت نوال مات، تركك أنت وترك الابن نتاعك والبنت والأب والأم، كيفاش نديروا؟ الفريضة بسيطة جدا. الزوجة اللي هي أنت ترثين ثمن تركة من ماله. مالك لا، مالك نتاعك، يعني الأموال اللي جمعتيها انتيا بعرق الجبين هذيك نتاعك، ما يورث منك حتى واحد، راكي حية. وأموالك، وذكرنا مرارا مبدأ استقلالية الذمة المالية، أنت عندك ذمة مالية مستقلة. طيب والأب يرث السدس طبقا للآية، والأم نتاعو ترث السدس طبقا للآية. والشيء اللي يبقى يروح لوليدك ولبنتك، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذن جاوبنا على الشق الأول. الأمر الثاني جاوبنا أيضا على الشق الثاني، ما يتعلق بملكية الوالد، والد الزوج، ل 50%. نقول لا يملكها في الكاغط، ولكن عند ربي ما يملكهاش. إذا كان فوتوا رسالة للناس، نقول يا ناس ما يلزمش تحتجوا بالورقة فقط. شوفوا الحقيقة. بعض الناس، وذكرنا هذا مرارا، أنه في الوثيقة عنده نعم يملك، ولكن في الحقيقة لا يملك لسبب من الأسباب. مكتوب في الوثيقة، لازم نرجعوا إلى الحقيقة لا إلى الوثيقة. فإذا كانت الوثيقة توافق الحقيقة نعم، أما إذا كانت الوثيقة تخالف الحقيقة فالأولى العمل بالحقيقة بالواقع ولا نعمل بمقتضى الوثيقة. الأمر الثالث، هي تقول أنه الابن هذا أولادها ما حبوش يعطوا الحق نتاعهم بالميراث، قالوا حتى يبلغوا سن الرشد. نقولوا هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه عندهم إماهم موجودة للأم. الآن الولاية لها، الحضانة لها والولاية لها، إذن هي اللي ترعى شؤونهم. ما يجيش أي إنسان آخر يقول يتمسك، يقول ولادي حقهم يبقاو عندي.
عنده إماهم، هذه ماهيش واحدة أجنبية. وكأنه يخمم في الادخار تاع الأموال تاع الورثة، وهي نعم. شرعا نعم. طبعا وقانونا، لأن الشريعة والقانون نعم. كلاهما يقرران جملة من الأحكام التي تقرر الحماية اللازمة لأموال الصغار القصر، الأولاد القصر. هناك ألوان من الحماية لا في الشريعة ولا في القانون. بدء قانون الأسرة مثلا مادة 88 وما بعدها، نعم. وفي الشريعة الإسلامية أيضا في نصوص كثيرة. ثم هي تقول هل زواجي ثانية يمنعني من حقي ومن عرق جبيني؟ الجواب لا. انت عودتي الزواج وهذا من حقك في 2018. نعم. من حقك، ما كان حتى واحد يعترض على حقك في الزواج إطلاقا. وبعدين هي تقول عاهدت نفسي أن أقاطع أولى. هنا المشكلة. نعم. عادت نفسها قالت بحسب أولادها يعني تعزلهم عن العائلة، عن أجدادهم. هنا ربما غضبت دكتور، زعفت. لا هنا خطأ. نعم. خطأ. ونقول لك يا أختي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. بمعنى حتى إذا كانوا ما ظلموك في هذه الأمور اللي ذكرناها، أنت ما تقبليش الظلم بالظلم. ولادك من حقهم باش يشوفوا ويتلاقاوا مع أجدادهم وجدتهم عادي تماما. يزوروهم يديوهم في العطل وفي الأعياد وفي بعض المناسبات عادي. ما عندكش حق أنك تمنعي ولادك من زيارة نعم. أجدادهم ولا عائلتهم. في هذه راكي غلطانة، لازم تراجعي نفسك. نعم. وبعدين بنعم ودراسة دون علمي إلى آخره أفكار سيئة عن زوجي الثاني فهل أنا مخطئة؟ وطبعا وأي واحد يدير أفكار سيئة في أذهان الصغار هذه جريمة كبيرة. وما دام دخلت في الموضوع أنت سنتحدث عنها إن شاء الله. وبعدين تقول رفض حق أولادي حتى يوصلوا جاوبنا عليه، حتى حال أعيش مع أولادي وزوجي الثاني الذي يعمل من أجلنا. الله يبارك لكم، عايشين في الأمان، ربي يحفظكم ويستركم. هذا تقريبا من الأخت نوال أهم في الرسالة. نعم. أكتفي بهذا لأنه نخلي الوقت أيضا لقضايا أخرى. لقضية السيد سعيد من وهران اللي يتحدث في المرة الماضية عندما ناقشنا موضوع العنف بين الأزواج. نعم. اللي قال لك لماذا الزوجة لا تفهم زوجها. كانت هكذا البداية تعود دكتور، وعندك البقية تحت تدخل تعود. تفضل دكتور. لكن فضل أخ سعيد من وهران، إذا نجاوبك كالآتي. نعم. أولا هناك صح بعض الزوجات ما يفهموش أزواجهم. هي تقول هو كي يرجع من الخدمة ما تستقبلوش مليح، وربما تدير له كيما يديروا يعني بالمحاسبة بالمعاقبة بكذا. نعم. هذا كله مرفوض. فيه مثل يقول لك رباذي ساهل يتكدى فوذ لا سلامة يتكسي غفلان. معنى المرأة كي تقول زوجها الصباح تقول له ربي سهل عليك، هذا كلام يعطي له قوة وطاقة يواجه بها أعباء الحياة. نعم. مشاكل اليوم. والعشية كي تقول له العسلامة، كلمة العسلامة يعني تنسيه الهموم نتاع ذلك اليوم. نعم. إذا نقول لك يا سي سعيد أخويا صح هناك بعض الزوجات اللي غلطوا، وهذا يتنافى مع العشرة الحسنة التي أمر بها القرآن وأمرت بها السنة النبوية الشريفة. وذكرت كلام محلوكي قلت الدين المعاملة. الصحيح الدين المعاملة. نعم. لأن التدين لابد أن يترجم عمليا في السيرة والسلوك بالمعاملات. نعم دكتور. في الأخير محمد من العاصمة اللي ذكر تصور الأطفال لشخصية الأب والأم، وكان ذلك عن طريق رسومات. دكتور تفضل. نعم. أولا هو الأخ يعني محمد من العاصمة دعا الأخت ليديا من تيزي وزولي، عرضنا القضية نتاعها المرة اللي فاتت. يعني قال إن شاء الله ربي يكون معاها وصاها بالصبر. ونقول لك يا الأخ محمد بارك الله فيك، فعلا نعم. الصبر مولاه يربح إن شاء الله في الدنيا، ويربح في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. وربي سبحانه قال وبشر الصابرين، يعني اللي صبروا اللي يواجهوا قضاء الله وقدره يواجهوه بالصبر الجميل. وبعدين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا راجعون. وربي سبحانه يقول في آية أخرى إنما يوفى الصابرون بأجرهم بغير حساب. بارك الله فيك على تفاعلك مع القضية وعلى هذه النصيحة الغالية. أما بالنسبة للفتاة الصغيرة في الحافلة كتبت أو رسمت قلبين، واحد قلب الأم والآخر قلب الأب،
قلب الأم دارته بلون أسود، نعم. وقلب الأب بلون وردي، وهذا يعكس حقيقة طريقة أو أساليب التربية نتاع الوالدين. نفوتوا بعض الرسائل إلى الوالدين، نقول لهم الرسالة الأولى: إذا كان تحسبوا ذراري ما يعرفوش وما يفهموش راكم غالطين. هاو ذراري يستوعبون ويفهمون جيدا كل المسائل. نعم. والإساءة التي تصدر من الوالدين خاصة، لأن الوالدين مصدر الرحمة، نعم. مصدر المحبة، مصدر الود. يعني غير معقول يصدر شيء آخر مخالف تماما، القسوة والشدة والغلظة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الطفل يتأثر جدا، وهذا معول دمار، نعم. للصغار. نقول الوالدين اللي عندهم قسوة على أولادهم راكم تدمروا في أولادكم شر تدمير. هذه من جهة. من جهة الثانية تزرعوا فيهم العنف. من الجهة الثالثة راهم فاهمين هاو الأم إذا كانت قاسية على أولادها، هذه الطفلة راهي صورة قلب يماها أسود. معنى كانها تعطي رسالة ليماها تقول قلبك أسود، وهذا أمر محزن للغاية. وكذلك بالنسبة للأب، يعني وردي على كل حال، هذا وردي مش عارف كيفاش نفهموه. يعني لون الوردي مانيش عارف إذا كان متقلب ولا مليح، والله لا أفهم في الألوان. يعني فيه الأمل، الوردي فيه الأمل. الله يبارك. هكذا نجت، بارك الله فيك. كما لا خلاص الأب يعني فيه الأمل، وإحنا هي رمز. يعني الأب والأم مصدر نتاع المحبة والدفء، لازم يكون هكذا، ومخالف ذلك خطأ. وهذه رسالة. وأشكرك يا الأخ محمد أنك كنت دقيق الملاحظة وسجلت وركفتنا بهذا الموضوع، وجزاك الله خير الجزاء. ولهذا دكتور، اتصال محمد من العاصمة في المرة الماضية هو الذي جعلنا نختار، وكنا قد يعني برنامجنا موضوع العنف ضد الأطفال ونحن نتحدث عن الأسرة. الطفل دكتور هو صفحة بيضاء ناعمة وحساسة يتعرض إلى العنف من طرف الأولياء. الأسباب عديدة ومتعددة. مع فضيلة الدكتور سعيد بوزي، كيف نصلح ذات بيننا باحترام مشاعر الأطفال وبدون الإساءة إليهم عن طريق الضرب والعنف والركل واحتقارهم، وهم في أمس الحاجة إلى حنان الأب والأم معا؟ تفضل دكتور في مقدمة هذا العدد المخصص للعنف ضد الأطفال. تفضل دكتور. العنف ضد الأطفال موضوع حساس، موضوع طويل، موضوع معقد. ما ناخذش كثير من الوقت باش نعطيكم وقت أطول، ولكن نعطيه في شكل رسائل. أولا، صور العنف كثيرة. نعم. العنف قد يكون معنويا: التحقير، التجريح بالقول، الإهانة، الكلمات المدمرة، خاصة الصادرة من الوالدين. نعم. إمولان زمرنا ذهو الدن دريان سن سييرة وال. الجانب المعنوي هذا أمر خطير جدا جدا. نعم. والصورة أخرى يعني للعنف المادي يعني كثيرة. أذكر على سبيل المثال ضرب الأم الحامل. كي تكون الأم حامل ثمطوط ستاديس تتكاثن وتجرح نسوال وكذا هدو ضر تيمات. نعم. ضر اللوفان يقلني ثعبوطيس. معناه هذا يعني من أنواع الضرر المادي والمعنوي أيضا اللي يلحق الجين وهو في بطن أمه. طيب، وكذلك الضرب كما قلت، الضرب والركل ومش عارف يستخدم حتى السلاح الأبيض. نعم. كاين اللي يرفد الموس قدام ولاده، واللي يرفد العصا، واللي يضرب بالحجر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نعلم كثير من الأمثلة، والله ما نقدر نقولها على المباشر. والله ما نقدر نقولها لأنها لا حول ولا قوة، احتراما للأسرة التي الجزائر تتبع فينا، سواء في الداخل أو في خارج الوطن. بالمناسبة يعني هذه المرة كنا في المغرب، راهم يتبعوا البرنامج، يعني نحييهم وبلغوا لنا سلام لفريق البرنامج جميعا. فأقول إذن لكل مشاهدين والمشاهدات احتراما لكم، لا نذكر الكثير من المشاهد والقضايا التي نعرفها جيدا، وأنتم أيضا تعلمون أيضا قضايا أخرى. فالعنف إذن له صور عديدة: الإهانة والتحقير والتجريح واللطم والضرب وإلى آخره، سواء كان هذا العنف مادي أو معنوي، كل ذلك باطل. الآثار نتاعو خطيرة جدا.
من هذه الآثار أن العنف يولد العنف. معنى الأطفال هذون يوليو غدوة كيكبروا يمارسوا العنف. نعم. معنى الوالدين يقدموا هدية للمجتمع. إيه هي؟ شباب، طفل وشاب متعنف، يعني أصحاب عنف كبير، معنى يأذيوا الآخرين، والوالدين اللي ربوا فيهم زرعوا فيهم العنف عندهم يعني يتحملوا مسؤولية تصرفات هؤلاء الصغار حينما يكبرون في وقت الفتوة والطاقة الكبرى، بدل أن يخدموها يعني يصرفوها في الخير يصرفوها في الشر وفي الدمار وفي ظلم الآخرين. وكذلك أن هؤلاء الصغار أيضا يفقدوا التحصيل العلمي، يعني ما يقراوش. كثير من الأولاد ما يقراش بسبب العنف. بسبب العنف، نعم. ما يقراش، معنى التحصيل العلمي يكون ضعيف، يفقدوا التركيز، لا كونسونطراسيون في القرايه. وكذلك ممكن يؤدي ذلك الى التسرب المدرسي، يخلي كامل القرايه. وكذلك يذهب يبحث عن رفاق، يبحث عن الحنان. إذا لم يجد الحنان عند باباه ويماه يلقاه برا. ممكن يعطيله شويه حنان وبعدين شويه شمه وبعدين دخان وبعدين المخدرات ويروح فيها. نعم. بقى على خير. نعم. وبعدين يولي طامه لهم، يعني وهم نعم. اول الضحايا، بعد ما يرجع وهو مخدر ومهلوس بالمهلوسات والمخدرات المختلفه. اذا الاثار كثيره جدا. العلاج كاين العلاج الاول هو الخوف نتاع ربي. والله غير اللي ما يخافش ربي يقدر يدير اي شيء. نعم دكتور. هذه رقم واحد. الخوف من الله، تقوى الله هو أول علاج. العلاج الثاني وهو العلاج التربوي الموجود في الكتاب والسنة. نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع الأطفال، كيف كان يتعامل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما، يعني ابني ريحانته، يعني فاطمة الزهراء زوجها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. يعني نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشوفوا كيف كانت النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الأولاد، وكيف كان يفعل السلف الصالح أيضا مع الأولاد، وكيف كانوا يتعاملون معهم. نعم. نقرأ الخير قاع راح ثم زيد. أيضا المقوم التربوي والعلاج التربوي، لازم استثمار النظريات التربوية الحديثة، خاصة اللي عندها علاقة بشرعنا وبأصالتنا. نعم. لازم نركزوا على هذا الشيء. نعم. هذه أيضا فيها قيم تربوية تساعدنا كثير في تربية الأولاد. وكذلك ما أنتجه العلم الحديث، العلم الحديث في المناهج ومهارات التعامل أو التعامل مع الأولاد. طيب إذا كنقول هذا الشيء ما نفعش، اسمح لي نرجعوا للقانون. نعم. القانون درك نرجعوا للقوانين الوطنية. هناك ترسانة من يعني القوانين. ترسانة من القوانين التي تقرر ألوانا من الحماية للطفولة، سواء في قانون الأسرة، سواء في قانون العقوبات، مواد كثيرة، وفي قوانين أخرى خاصة بالطفولة والتعامل مع الأحداث إلى آخره. وكنرجعوا أيضا المجتمع الدولي أنتج جملة من الاتفاقات الدولية التي تقرر ألوانا من الحماية للطفولة. أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، أبدأ بإعلان جنيف لحقوق الطفل نعم. الصادر في 1934. نعم. وكذلك إعلان حقوق الطفل الصادر في 1959. وكذلك وأنتهي بربحا الزمن اتفاقية حقوق الطفل، هذه صدرت في 1989 عن الجمعية العامة المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ في 1990، وصادقت عليها الجزائر في 1992 بما برسوم تشريعي. وبالمناسبة فالمعاهدات التي تصادق عليها الجزائر تدخل ضمن النظام القانوني الجزائري الواجب التطبيق، بل أكثر من ذلك أن المعاهدات الدولية المصادقة عليها تسمو على القانون. وركز على مثلا على المادة 19 نعم. من هذه الاتفاقية الدولية التي تجرم وتمنع جميع وسائل العنف الممارسة ضد الأطفال. نعم. جميع وسائل العنف سواء التعذيب والإساءة، سواء كانت نفسية معنوية أو كانت مادية جسدية. نعم. بارك الله فيك دكتور. إذا استنتاجات كثيرة نستشفها من خلال تدخلات فضيلة الدكتور سعيد بويزري، ونحن نطرح عليكم العنف ضد الأطفال في هذه السهرة. كما كان يقول أنواع العنف مختلفة ضد فلتات الكبد، ضد مسؤولية كبيرة وهي تربية الأطفال وتوعيتهم. ولكن في برنامج والصلح خير نحاول إصلاح ذات البين، نحاول إيجاد حلول لكل النزاعات والخلافات التي
التي تحدث من وراء العنف ضد الأطفال. تابعوا معنا هذا الروبورتاج ثم نعود لمواصلة النقاش لاستقبال مكالماتكم الهاتفية وطرح انشغالاتكم في موضوع العنف ضد الأطفال. يتعرض الأطفال إلى الاعتداء الجسدي من طرف الأولياء كالركل والضرب والصفع والحرق أيضا، فيتصرف الطفل تصرفات عدوانية. كاين اولياء يجوك بالاولاد تاعهم ويقول يقول الطفل ولا الطفله باللي الاب تاعي تعنف معايا والام تاعي تعنف معايا. فعلا العنف موجود، يعني حتى وانه كاين تطور في المجتمع وكاين نظن انه درجه الوعي راهي تزيد وكاين ناس مثقفين، لكن تبقى ظاهره العنف موجوده في الاسره. لكن الشيء اللي اثر فيها الطفل الصغير كي يجي معنف، هذا الطفل من طرف شكون؟ من طرف الوالدين اللي هما الاحبه ديالو، اللي هما لازم يعطوا له العطف الحنان، حتى تلقاي يعني مرعوب من الوالدين وما يكونش بيناتهم تواصل. يبقى هنا المشكل اللي يطرح في هذه الحاله، كما الحاله هذه مثلا اللي جاتني، انه الوالدين ما صرحوش بهذا الشيء. جات قالت لي باللي الطفل هذا ماهوش يقرا، ماهوش يجيب مليح، صار له شغل انه يمشي تاخر دراسي، يعني ما على بالهاش علاش، وما صرحتش بالامور اللي لازم تصرح بها. انا كي تكلمت مع الطفل قالت ما صرحليش. من بعد كي شديته في حاله تاع استرخاء بدا يبكي يبكي يبكي. هكا قلت له واش بيك يا وليدي، علاش راك تبكي؟ هضر لي، قال لي بابا ربط لي يديا وربط لي رجليا، قال لي حتى تحجر الدم فيهم في يدي هكا وما قدرش يسلك روحه لانه ربطوه هو وخوه. وكي تكلمت مع هذا الاب ويعني قلت له علاش درت مع وليدك هكا، قال لي حنا تاني تربينا بالعنف. هشام جسد العنف عن طريق الرسومات الكاريكاتورية، شخص الأب وشخص الابن وربط ذلك الاعتداء العاطفي والنفسي بينهما. هشام، مرحبا بك معنا في برنامج الصلح وخير. احنا رانا نتحدثوا على العنف، والعنف هذا ماشي مليح يكون في الأسرة. وانت الآن جسدت لنا واحد رسم كاريكاتوري اللي تبين فيه الأب كيفاش يتعنف مع الابن تاعو. كاين أولياء يتعاملوا مع أبنائهم بالعنف، وخصوصا الأب إذا يقدر يهدد الابن ديالو إلا دار مشاكل في المدرسة ولا خارج المدرسة ولا في البيت ولا. طيب هشام، تقدر تقولنا كيفاش العلاقات تاعك مع الأب تاعك والأم تاعك؟ العلاقة ديالي معهم جيدة، وخصوصا الأم أمي هي اللي دائما تقريني، تعاوني في قرايتي، تعطيني الحنان والعاطفة. والأب تاني؟ الأب تاني كعاوني في بعض التمارين، يفهم لي خطرات في اللغة الأجنبية، وخصوصا كي نخرج معه نهضر. أسباب متداخلة، تصرفات عدوانية، تراكم لمواقف الإحباط، وخلاف بين الآباء والأبناء. ونستنتج من كل هذا وذاك أسرة مشحونة بالتوتر وراء العنف. الطفل يخاف من الأولياء تاعو كي ما يجيبش نقاط مليحة باش كي يضربوه يستعملوا العنف معاه، يولي يخافهم، ما يداش الثقة فيهم كي في القراية، ويعاقبوه ينحولو كلش وما يقدرش يعيش بثقة في نفسه. واش يحس الطفل اللي يكون يمارسوا عليه الاب والام العنف؟ واش يحس؟ يحس باللي فيما هو بابا ما يحبوش. العنف الموجه ضد الأطفال قصة لا تنتهي.
دكتور، إذا العنف ضد الأطفال هي قصة لا تنتهي، ولكن ربما ستنتهي في برنامج والصلح خير بفضل فضيلة الدكتور سعيد بويزري، كيف يعقب على كل هذه المسائل التي تحدث في الأسرة ويتضرر منها الطفل كثيرا. دكتور تفضل، في انتظار أن نأخذ اتصالاتكم. ستشاهدون الأرقام الهاتفية بين الحين والحين في أسفل الشاشة. نعم دكتور. والله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. نوجه رسالة نقول الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف، يعني الوالدين. نعم. نقول لهم جزاكم الله خير، أنتم الأنموذج الذي يحتذى به. ما يعنيش باللي أنتم ولادكم ما داركمش مشاكل، لا، أنتم أيضا عندكم أولاد وما جابوش علامات مليحة. نعم. وهذه محسوب غير كاين والدين اللي ولادهم يجيبوا كشوف النقاط تاعهم علامات سيئة. نعم. مع ذلك ما يزيدوش عليهم، ما يضربوهمش، ما يحطموش فيهم الثقة، ما يدلهمش الرعب لولادهم. لماذا؟ لأنه كي ديروا الرعب من بعد واش تربح؟ يعني في النهاية راك نقصت من قدراته ودمرت الثقة في نفسه وراك تدفعه للفشل أكثر. أما أنه تعطي له كلمة أمل، تقول له لا تخاف، هذا المرة جبت علامة مش مليحة، إن شاء الله تتحسن وتجيب علامة أحسن. بهذا راك ربحت وليدك وراك هديت أجمل هدية للمجتمع. نعم. أما الصنف الثاني الذين تورطوا في العنف بشكل بسيط أو بشكل كبير، نقولوا راجعوا أنفسكم، لأن الإنسان كي يتوب لربي سبحانه عز وجل يستقيم. العودة إلى الحق والصواب أولى من التمادي في الباطل. ربما دكتور أستوقفك لأنه نأخذ اتصال ومداخلة على بركة الله ثم أعود إليك. نعم. دكتور سعيد بويزري من ولاية المدية يتصل بنا السيد ناصر. السلام عليكم أخي الكريم. ناصر، السلام عليكم أخي ناصر من ولاية المدية. السلام عليكم سيدة نجاة. مرحبا بك أخي الكريم من ولاية المدية. نحن نتحدث عن العنف ضد الأطفال. إذا كان عندك تعقيب أو سؤال أو نحن نستمع. نصر، هل أنت معي؟ نصر من ولاية المدية. سعيد ممكن نصر ممكن السلام عليكم. نصر من ولاية المدية. الأخ من فضل. ربما هناك مكالمتين، تداخل بين المكالمات. نأخذ اتصال من المدية من ناصر سعيد. الو. نعم ناصر، نسمع فيك. مرحبا بك. السلام عليكم، نشكركم على الحصة. السلام ورحمة الله أخي الكريم. نعتذر، كانت مداخلة أخرى من خط آخر. تفضل سيدي. نعم. هي في الحقيقة الموضوع حساس جدا، هو العنف ضد الأطفال. نعم. يعرف في الحقيقة في الجزائر انتشار كبير خصوصا بعد العشرية السوداء. نعم. نعرف باللي العنف ضد الأطفال هي ظاهرة قديمة جديدة، لكن مؤخرا عرفت انتشار كبير. هذا لعدة أسباب في الحقيقة، منها يعني الظروف الاجتماعية في الجزائر، من التداخل يعني والأزمات النفسية. الأب يرجع مضغوط من العمل ومن زحمة السير ومن الأمورات هذو، ما يساعدش الأبناء تاعو، والأم كذلك لو كانت تشتغل نفس الشيء. نعم. يعني والأطفال يكونوا ضحية في الأخير كما كان يقول الأستاذ. وهي ظاهرة في الحقيقة تعرفت انتشار كبير في الجزائر يعني بعد العشرية السوداء والعنف اللي شافته الجزائر، وهي ظاهرة عالمية على كل حال. لكن في الجزائر قانون يحمي الطفل ما كانش في الحقيقة. دائما الطفل هو ضحية ويبقى خايف، يعني خايف من الأب تاعو يعني باش يلجأ للسلطات ليشتكي. نعم. يشتكي به. نعم. ولا يستطيع أن يشتكي الوالدين بكل تأكيد. لذلك يبقى الطفل دائما هو الضحية الأول والأخير، وكل ما تقدم في السن يعني واحتك بالمجتمع بالمجتمع يعني التاجر أو في السوق يزيد العنف ضده. هو كل ما قدم في السن يزيد العنف ضده من كل الأطراف. نعم. هو دائما ضحية في الأخير سيدة نجاة. نعم. بارك الله فيك سيد نصر. عندك أولاد سيد نصر؟ عندي طفل في عمره 1.5 عام تقريبا. كيف تتعامل معها سيد ناصر؟
حاليا والله غير الحمد لله، يعني الحمد رانا لله. نعملوا فيه نعمه الحمد لله يا ربي. الحمد والأم لله. يعني ان شاء الله. الأم تاعو يعني ساعدتني بزاف، نشكرها، ومام الجده تاعو الحمد لله يا رب. الحمد لله، هذا هو المهم. الحمم لله. ربي ان شاء الله تكبروا على الدين والطاعه ان شاء الله، وتكون بعيد كل البعد عن العنف، خاصة وكانت مداخلتك مهمة جدا بالنسبة لبرنامج والصلح خير. حتى بارك الله فيك سيد ناصر، نشكرك على اتصالك. أقاطعك دكتور مرة ثانية. ربما فريدة من تيزي وزو حاولت الاتصال المرة اللي فاتت وكان دائما المكالمات تنقطع. فريدة من تيزي وزو، السلام عليكم أختي الكريمة. فريدة من تيزي وزو، راكي تسمعي فيا فريدة؟ السلام عليكم. أين فريدة سعيد؟ ما عندهاش زهر فريدة، للمرة الثالثة تنقطع المكالمة. فريدة حاول الاتصال، ربما سيكون طرح انشغال تاعك بالنسبة لهذا الموضوع. دكتور، استوقفتك عند يعني نقطة كانت في غاية الأهمية بالنسبة للعنف ضد الأطفال. تفضل. وفي تعليق أيضا هذاك اللي إذا نرجع لموضوع الامتحانات. هذه من الأسباب. نعم. قلت حتى هذا الصنف الثاني اللي ما تورطوش في العنف، ما عرفوش أولادهم، هم أيضا عندهم أولاد مشاغبين، أولاد يكسروا، أولاد يعني يكسر الكاس. أين الإشكال؟ ذكر مرة يعني قصة حصلت أنه واحد الطفل يعني قطع اسمه الصالون هكذا، قطعوا شوية بالموس كما يفعل يعني كثير من الأطفال. بعد باباه ضرب كما يقولوا أسال دمه. والطفل واش قال لباباه؟ قالوا يا بابا لو كان برك يعني ما ضربتنيش كي نكبر نشري واحد كيما هذا، نشري لك واحد كيما هذا. نعم. ما ضربنيش تسيدني على يعني كان امور والله ما نقدر نحكيها لان امور في الحقيقه قويه جدا. نعم. وخطيره. ولكن نكتفي بهذا. اما اللي راهم متورطون نقول يعني توبوا لربي سبحانه عز وجل. نعم. ربي يعفو يغفر ونشضني وخار. ماشي عيب واحد يولي يسقم روحه خلاص قال استغفر الله من الان فصاعدا. عن اساليب اخرى ربما. نعم من الان فصاعدا. نعم. لازم الوالدين يبتعدوا عن العنف بجميع صوره. ولا شيء يبرر العنف. لا شيء يبرر العنف. لا شيء يبرر العنف. سنعود إليك دكتور، لأن فضيلة الدكتور دائما يقول أفضل لغة الحوار على لغة الدمار، والعنف هو دمار أيضا. نعم. بالنسبة للأسرة. تتصل بنا السيدة كهينة من ولاية تيزي وزو. سيدة كهينة، السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام أخت هيلا. كهينة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ربما قبل ما تبداي تطرحي الانشغال تاعك نقصي التلفزيون باش نسمعوك احسن وما يكونش صدى بيناتنا. نعم اختي. بارك الله فيك هنا. نعم اختي. الو. طيب مرحبا بك، تفضلي كهينة. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قبيلي. معليش مرحبا كاينه، معليش سرح قبيلي. كذاك مثلا ديالنا القناة القرآن الكريم. أكملنا ربي. إن شاء الله كل عام التالية. إن شاء الله. باش نصار طويل العمر وإن شاء الله. إن شاء الله. نجي تخدم لك. دكتور محمد بويزري. إن شاء الله. أكيد مثلا كانت سيرين تفاصيل هذا ويساقين وين. تعرف شحال بابا انا نساولا وكنت تطفالا نسولي كيف بعطي. ان شاء الله يعاودوا سكوته جديده تعاود المهم نتوين ان شاء الله. ان شاء الله. نعم تفضلي. لا شو غادي كاينه؟ كاينه سي تي في وزو ساعه 3 كواردان. اها 3 اولاد. موظفين 9 سنين هي. هسه كي تهضر في العنف ضد الاطفال. ايوه. يوسف كامل كينيا حمل غراوي وحمل غراوي وحمل غراوي. ما شاء الله. بصح بتشوف انا ما يديو غير 9 سنين. ولا تدخل جميع يسمى تدخل جميع نزح سوي تهضر معاك قليترو. تاع يوس 8 سنين يوم 3 سنين يوم 8 وقولن. 9 سنين ما يديو غير قليل سموضين السحر الجنوب كنا عني قليل 9 سنين هي. نزمة ما يتعاون من أي ندفلان الشيخ يعاون ما يستصغى كي يتفيت ما كي يخدم ما كي مسؤولية. زاربي يتعاون نقضي واحد يزغى. ساحد على ربي قازي ويمثل عز
انا كذا طيب هي سمعت فعلا دي فوا دي نسا ضراوي من ساعه تقدر سنه تلقى شو تخذ ربي يعينك ان شاء الله. راك مشفور ربي الا ربي معزوز راك مشفور ربي ان شاء الله. ديوا ربي شفا وك محرز ربي حرز دريام ثورات صديق الريثه ولت مكاينه. نعم انا عارف ثورات تسمعين الجواب بعد شويه تسمعي الجواب يا دكتور محمد بويزري ما ان شاء الله. دكتور سعيد كاينه معلش اكيد جزاك ان شاء الله تعملوا جواسي ان شاء الله ان شاء الله في العنف ضد الاطفال. نعم ان شاء الله حتى السبان على سيدي عطوتي سبوت جديد ان شاء الله هيعاون ان شاء الله يحلوا ان شاء الله كاينه تاكل المؤمنين ان شاء الله كذا كوني كيف نراوي كيف اكون يهضر كون كذا فيها الاشياء ديك وداني تجيك ندوني ديك وداني الصح ديك وداني كيدوني ماشي وداني ولاش الحياه ولاش المال والبنون مزيان في الحياه الدنيا. نعم بارك الله فيك كاهنه من تيزي بزو يسلمك ان شاء الله ربي يجزاك ان شاء الله واش كي تخدمنا اخي تاجا في نون ان شاء الله ان شاء الله. كاهنه نشكرك على الاتصال تاعك من ولايه تيزي بزو وستشاهدين وتستمعين لتعقيب فضيله الدكتور السعيد بويزري بالنسبه للقضيه اللي طرحتها اليوم والتي تتعلق بالعنف ضد الأطفال. دكتور ناصر من المدية اللي قال موضوع حساس جدا ويعرف هذا الموضوع انتشار كبير في الجزائر ورجع الأسباب الأولية إلى الظروف الاجتماعية والأزمات النفسية وأسباب أخرى استمعت إليها معي فضيلة الدكتور. كيف نعقب على ناصر تدخل ناصر من المدية أول اتصال؟ نعم أخي ناصر جزاك الله خير على المشاركة. حقيقة كما قلت العنف ضد الأطفال ظاهرة عالمية وظاهرة قديمة. نعم ظاهرة قديمة. سبحانك نقرأ في سورة مريم ويقول وحنانا من لدنا وزكاة. ربي سبحانه ذكر خصائص الأنبياء وخصائص النبوة. نعم. ولكن ركز على موضوع الحنان وكأن الحنان عامل أساس من عوامل تبليغ الرسالة. يعني النبي أو الرسول إذا كان ما عندوش حنان ما يقدر يبلغ الرسالة. الحنان مطلوب وربي يقول في حق هذا النبي في أول سورة مريم يعني بلا ما نذكر جميع الآيات وحنانا من لدنا. والله لو طلب مني أن ألخص أزمات العالم لقلت أنها تكمن في أزمة الحنان. نعم. أزمة حنان. نعم. لو كان يكون الناس يفهموا هذه الأزمة ويفهموا بأن الحنان هو اللي مفقود في قلوب الناس لذلك انتشرت الدموع فسالت وديانا وانتشرت الدماء وسالت أودية أيضا. نعم. وأزهقت الأرواح وحصلت حروب ودمار وقتل الأبرياء في كل مكان. يعني العالم لا بد أن يعلم كيف يتعايش. لا بد للعالم أن يتعايش لأن الأرض تئن. الأرض اللي عايشين فيها الآن لو نطقت لقالت للناس اتقوا الله فيها إنكم ترتكبون هذه الجرائم وهذا العدوان وهذا الدمار. بارك الله فيك دكتور. والمصيبة أكبر إذا انصرف هذا الدمار وهذا العدوان إلى فلذات الأكباد إلى الصغار. إلى الصغار هؤلاء الأبرياء هؤلاء الضحايا هؤلاء الصغار الذين جاءوا إلى الدنيا من حقهم أن يلعبوا من حقهم أن يخطئوا من حقهم أن يتعلموا من حقهم أن يعيشوا في أسرة دافئة في أسرة يملأها الحنان والمودة والرحمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت يا سي نصر أخويا صحيح ما قلته ظاهرة عالمية ولكن أيضا في الجزائر انتشرت هذه الظاهرة حقيقة. وكي قلت أسباب هناك أسباب صح. هناك أسباب تعود إلى التنشئة الاجتماعية للوالدين هناك أسباب تعود إلى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والبطالة إلى آخره. ولكن قولوا الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. نتحول من عنف ضد الأطفال ضد الشباب. ما ذنبهم؟ نعم. ما ذنبهم إذا كانوا الكبار الوالدين عندهم مشاكل وعندهم ضغوط والصغار ما ذنبهم؟ لذلك كان لابد وهذا الأمر أصبح حتميا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لابد من تأهيل الأزواج
للحياة الزوجية، ولا بد من تأهيل الوالدين أيضا الحياة الوالدية. كيفاش يربوا أولادهم، كيفاش يتعاملوا معهم. صحيح ندرك هناك أخطاء وهناك ضغوط وهناك، ولكن نحن نصنع هذه السعادة، نحن نصنع هذه الحياة السعيدة للصغار. ظروف المعيشة بعيدا عن الإساءات، بعيدا عن العنف، بعيدا عن الدمار، بعيدا عن العدوان. إذن نتعاون جميعا من أجل إصلاح أمورنا، وربنا يساعدنا في تغيير أمورنا إذا صدقت النيات، كما قال ربي في القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في نقطة أخرى خطيرة ذكرها، كي قال الأولاد ما يشتكيوش. صح، نعم. كاين هناك بلدان وين بلا ما نذكر أسماءها، وين إذا كان الوالدين أساءوا العلاقة، يعني معاملة مع أولادهم، نعم، ينحوا لهم الأولاد. نعم. بقى على أساس يقول أنتم ما كنتش أهلين، ما تستهلوش باش تربوا هؤلاء الصغار. تبدأ من ليزاسيستونت سوسيال. نعم. يعني إذا كان الأولاد نتاعنا ما يشتكيوش، ما نخافوش ربي فيهم. نعم. علاش ما نخافوش ربي فيهم؟ ولا مادام ما كان لا قانون يعاقبهم ولا واحد ولا هما يشتكي ولا، إذا نعذبوا فيهم ونتفنن في تعذيبهم. نتقي الله عز وجل. مانيش سمحوا لي باش نغص حياتكم يا الناس، ربي يحفظكم، ولكن نقول يا اللي تورطوا توبوا لربي سبحانه، وربي يتوب علينا جميعا، نرجعوا للطريق السوي. هناك مكالمة إن شاء الله سنرجع إلى الطريق السوي. بالنسبة لبرنامج صلح وخير، بالنسبة لمن يتصل ويفضل الطريق السوي مع فضيلة الدكتورة سعيد بويزري، ليديا من ولاية زيبزو تتصل بنا. السلام عليكم ليديا. ليديا، ماذا يحدث اليوم ليديا؟ ربما الخطوط تدخلت في مبادئ. ليديا، السلام عليكم ليديا. وي راني في الاستماع، مرحبا بك ليديا. عرفتك من صوتك، انت اللي فتي معنا في الاسبوع الماضي من خلال العنف بين الازواج. تفضلي ليديا، كيف حالك اولا؟ وش راكي؟ صافا راكي مليحه؟ الحمد لله. والاولاد تاعكم بخير؟ صافا الحمد لله. الحمد لله، ربي يعينك ان شاء الله. تفضلي ليديا. ديجا السمانه اللي فاتت قضيتي على نفسي، وهذه السمانه على اولادي. هما قضيتك على اولادك؟ نعم. من عندي طفله على سبي وسي لو ميم شوك. نعم. كي كان يضربني كانت قدامي، كان 4 سنين، كوم فاسيل بور. نعم. مي حبيت برك نقول حاجه. انا جو سوي اون فام الجيريان. نعم. juste une chose. نعم. Si c'est possible, أنا عرفت mon problème sur la télé en direct. نعم. L'autorité algérienne, j'espère qu'elle va faire quelque chose pour toutes les femmes. Inch'Allah. Et aussi, je voudrais une حل لهذا المشكل. واش لازم ندير؟ واش لازم وين نروح؟ شكون الباب اللي نطبطبي فيه ليديا؟ نعم. ما على باليش واش ندير. سانسيرمون جو بيردو، سانسيرمون ما على باليش واش ندير. انا نقول لك ليديا، انت يعني القضيه تاعك عرضناها في برنامج صلح وخير، والبرنامج راهو يعمل تحت راية القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور سعيد بويزري. راكي تبحثي على حلول للمشكلة تاعك، وراكي تقولي qu'est-ce qu'ils vont faire les autorités algériennes pour le problème que j'ai vécu et pour le reportage que tout le monde a vu. ما كاش مشكل ليديا، إذا كان عندك يعني تعقيب آخر سيرى فضيلة الدكتور سعيد بويزري بالنسبة للقضية تاعك. إذا كان حتى البنت تاعك اللي شوكي من العنف. نعم. وراك تتبعيها الأخت ليديا مع البسيكولوج، فيه متابعة؟ عرفتها مع البسيكولوج. واش قالت لك؟ كي شغل واش بها فوتر في ليديا؟ نعم. Bon, donc les débuts, je l'ai suivi pendant 2 ans par une psychologue. Bon, pour le début, elle n'était pas vraiment contente de tout ce qu'elle a vu, mais donc ça va mieux. Mais bon, je ne crois que ça va très bien, non, ça va pas. Parce qu'à chaque fois,
Quand elle dessine, ses dessins ils sont agressifs, ses gestes, elle est tout le temps triste, elle pleure. بطبيعة الحال هي متأثرة من العنف اللي كان. D'ailleurs, j'ai des dessins هنايا عندي كنت تشوفيهم tu vas vraiment. Oui, elle a toujours l'image de l'agressivité. L'agressivité et la violence de son père. Ils sont entourés par quelque chose. Elle cherche un refuge, elle cherche de la sécurité. نعم ليديا أنا نفهمك لأنه دوك تقع عليك المسؤولية تاع البنت هذه. إذا كان أنت مازال ما خرجتيش من هذه الأزمة اللي عشتيها مع الزوج تاعك مع الطليق تاعك، كيفاش البنت تاعك راح تخرج إن شاء الله إلى بر الأمان؟ وفضيلة الدكتور راح يعقب على الموضوع تاعك. ليديا إذا كان ممكن تقدري تخلي رقم التليفون تاعك، أنا التي سأتصل بك بحول الله تعالى. شكرا خذ أختي. أنا التي سأتصل بك بحول الله تعالى. أنا نقول حاجة واحدة. نعم. شغل نوكل عليه ربي وهذا حسبي الله ونعم الوكيل. نعم حسبي الله. حسبي الله ونعم الوكيل. إن شاء الله un jour il aura sa part de. إن شاء الله. شكرا لكم وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا حسبنا الله ونعم الوكيل من الظلم ليديا، ولكن ربي سبحانه وتعالى. نعم ربي يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك. ما كاش مشكل، البرنامج في الخدمة ليديا، والبرنامج هو لجميع من يتصل بنا أو نتصل به لعرض القضية تاعو، والبرنامج دائما يصل في نهاية المطاف إلى حلول جذرية بالنسبة لهذه القضية. اصبري ليديا، على بالنا باللي راكي تعاني كثير من العنف، وخاصة كراكي تفكري في البنت تاعك. سيكون الرد بالنسبة للدكتور السعيد بويزري. دكتور يقول سعيد فتحي من فرنسا. السلام عليكم أخي الكريم فتحي. أختي نجاح. السلام عليكم فتحي. السلام عليكم. نسلم على الشيخ تاعنا، نسلم عليه بزاف ونقول له والله نحبه في الله. الله يبارك فيك. وربي يحفظ لنا هذا الشيخ ان شاء الله، الله يقويه ان شاء الله والله يحفظه ان شاء الله، والله يجعل هذا كله هذا في ميزان حسناته ان شاء الله. ان شاء الله. والله يجعل ربي يقوي لنا المعلمين تاعنا والشيوخ تاعنا الجزائريين، الله يحفظهم ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله يدعموا لنا هذا الشيوخ وهذا المعلمين، يدعموهم ان شاء الله. ان شاء الله يدعموهم ويتهلوا في هذا الشيوخ ان شاء الله. ان شاء الله. هذا التواضع وهذا الخير اللي فيهم ربي ان شاء الله ان شاء الله نحسبوهم عند الله سبحانه وتعالى، نحسبوهم شيوخ وامناء ان شاء الله يعني وعالمين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وبما يخص الموضوع العنف ضد الاطفال والعنف ضد الاولاد، هذا اولا هي انا نوجه نصيحه صغيره لهذا النساء هذو اللي راهم يعانوا من هذا، اللي راهم يشكوا بزاف ويعانوا. نصيحه اللي هي نعم يعني نقول لهم المراه تصبر، لا تصبر الانسان في هذه الدنيا ما يبقاش كل شيء سهل، هذه محال إذا قد الدنيا هذه سهلة. الدنيا هذه لقي يتعب فيها، لقي يجاهد فيها باش ربي يخلصها في هذا الجهاد تاعها وهذا التعب تاعها. الدنيا هذه لقد تتعب ولقد تجاهد ولقد تنظلم ولقد دير تتعب في هذه الدنيا، تتعب في هذه الدنيا. قدوة تاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم تعب، ما أداش ما بلغش الرسالة هكا كان مريح في داره وبلغها، تعب بلغ رسالة. نعم. قاسى. أنا نصيحتي هذا النساء يصبروا. الصبر. هذا النصيحة النساء يصبروا، هم اللي يكونوا الأولين في تربية الأولاد، هم القدوة. نعم. بعد هذا العنف هم اللي يلعبوا دور كبير. بس لماذا؟ لأن المرأة هي اللي في الدار، المرأة هي اللي تعرف، هي اللي تكون في تربية الأولاد. نعم. الراجل راه برا، الراجل راه يخرج يعمل. وإن كان حتى الرجل عنده جزء من المسؤولية. فتحي بارك الله فيك، معذرة يا فتحي معلش لأنه في اتصال آخر. بارك الله فيك، وأنا أتابعك في كل البرامج، هلا سألوا مفاتيح وأنت دائما تتواصل مع برامج قناة القرآن الكريم. بارك الله فيك أخي فتحي من فرنسا، الرسالة تاعك وصلت وسيرى فضيلة الدكتور سعيد بويزري بالنسبة لهذا التداخل. أرأيت فتحي جميلة كانت تنتظر فيك
باش تقطع باش هي تتكلم. جميلة من العاصمة، نشكرك جزيل الشكر فتحي. جميلة من العاصمة، السلام عليكم. الو. السلام عليكم اختي الكريمة. الو. الو نعم راني نسمع فيكم. الو. انا تاني نسمع فيك جميلة، تفضلي راكي في برنامج وصلح وخير. الخير عليكم. مساء الخير اختي. انا حابه نهضر مع الشيخ. تفضلي راهو يسمع فيك. نعم تفضلي جميلة. مساء الخير الشيخ. مساء الخير على السلامة، مرحبا. معليش هذا قبيلي. معليش تفضلي يا الاخت جميلة. دكتور دائما يقول سبحان تفضلي. ربي ان شاء الله اجمعين، بارك الله فيك. يمكن يا الشيخ وضنا مليح. نعم ياك الشيخ صديق امس مليح يا هضر قد سيروا كاين ديال ثروك ساولي ولي وضنا الشيخ قطن الشيخ. يمكن انا يمكن خلي كلش العنف ضد المرأة، العنف ضد الدراري. نعم حسبي الله ونعم الوكيل. العنف سكر غاز ناسك ما ولا نغنسي. انا عمو قلت لها مليح استخدم كيغي لاقي العنف كي قدران في اللام. العنف يا شيخ انا اصلي نتيزي وزو. نتيزي وزو. نعم نتيزي وزو الشيخ. يظلموني يا شيخ، انا تزوجت لهنا للجزائر، يظلموني باللي انا ساحره، وانا اقسم بالله العظيم ما علاقه لي بهذا الشيء ابدا. جميله. نعم جميله اختي ما تبكيش باش نسمعوا مليح القصه تاعك. جميله حبيت نفهم برك شكون اللي يظلموك؟ العائله تاع الزوج؟ يظلموني نص داري. نص دارك. شحال عندك وانت مزوجه؟ وانا يتيمه من الوالدين. وانا باش والله العظيم ما نعرف ايديني غير شيخ قضيت وسين غامي احترف. معليش والله العظيم شيخ خضير بوشتكي. امين كيني امين مولاني ومرسه ومضارب كراد كتدار سيدي منصور واللي شو سنيا تيزي وزو يمكن وقع الشيعه صحاب تيزي وزو خدمني شكون يمكن خضير بوشتكي. يا لطيف ماني هكذا شي ربح غالا وربح الفاميليا والحمد لله منو ثني ارقز والفهميه يسندا شو سويق يتوحى لي مولاني ويحصم شيان يحصم شنيا دخل من الدين دخل من الحرمه ميا خامي والشيخ ويفلي من هذا الله اللي غستغفر ربي. نعم شو كان غا دقيق الشيخ وكان غايا الراوي سم طاون كلش كان حزن يدي زكان توني يدي واللي غا مليح يسن ارقزي ربي يكون معك يا جميله. الراوي وكيف سايش هذاك ورقازي ما كذي مولان يسقيم بخام كرقزي وخاطي يا شيخ خاطر زوج تاعها لا في غندير سايش هذاك ورقازي محذون غا كذي مولان بخام. لا عشا يلسن الشيخ يلسن. الحمد لله خير قازي مهنا كما ربي الحمد لله. الحمد لله قازي وتيك خدمه الضغط في الليل شغل المشاكل اللي مولانيش خدمه في الضغط عنف اخر سي نورمال يا سي نورمال خاطر يدي ولا خاطر يحصى خاطر يقول الشتاء لا شاري يخدم ويسعى شاري يخدم. يمكن يا شيخ صغير عندها روحها ماشي ضو عليك وعارف اللي غاضر روحها غاضر غضبها مين ولاش عندها نكون يطلق غير شيخ ذا خامي ويدي وزوجات كما خامي لو كان ربي كان يسكن لهنا. والله العظيم يا شيخ والله العظيم يا شيخ خضير وقشتي. الله اكبر خضير الشيخ كسا ولا ولي ان شاء الله. جميله ان شاء الله ربي يكون معاك جميله. ربي يريد ان شاء الله اللي ظلمك وضنا الشيخ وضنا فيك النصيحه نجا صغرولي ومشي الفكر العقلي وخامي نجا قال افكار العقلي وراوي ورقازي وذمكيني باسكو اللي غلا ملي حاجه فكيت كان نصيحه ما تصد نصيحه ان شاء الله. جميله تفاق ربي سبحانه تفاق ربي. جميله الشده في ربي ان شاء الله. شده في ربي والقوه من عند ربي والراحه من عند ربي والرحمه من عند ربي ان شاء الله. يا جميله ما تقلقيش روحك وان شاء الله اللي ظلموك يظلمهم ربي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. اذا كان نصيحه الشيخ هاد الصلاه نصيحه شو شاف صاف باسكو سيق حتى بالحد تسمع النصيحه الان كيف كان نصيحه الشيخ شو شاف صاف طونكي اذكى وذهني غير قلبي وراوي باسكو اللي غلا مليح. نعم جميلة. تابعي البرنامج ودوك تسمعي التعقيب تاع الدكتور سعيد نجاوبوك جميلة. نجاوبوك جميلة بإذن الله تعالى. من فضلك سعيد كم يبقى من الوقت حتى نرى في الاتصالات اللي مازال ما شفناهاش دكتور؟ 5 دقائق دكتور.
طيب وصلنا. فريدة متيزي بزو يعني تقطعت المكالمة كهيمنا نعم. اللي تكلمت على إن شاء الله نجاوب. شكرت القناة. كهينة ليديا من تيزي بزو فتحي فرنسا. دكتور أفضل أنك تبدأ بجميلة دكتور معلش إذا سمح دكتور. ما فيش مشكل سمعني. جميلة. نعم ثم زور ولتما تفتح نصيحة. معليش دكتور نبدأ بجميلة. نبدأ بها. نعم نبدأ بها بإذن الله. أولا الاتهام بالسحر باطلا هذا حرام شرعا. نعم. يعني ذل حرام ينادي التهم وايض السحور بلا دليل ديال الباطل. صافي ولتما ثقي جيتي ربي وتسقوا ذارا ربي لك مصر ان شاء الله ويكسغ لي ولي تفضي ربي وتسقوا ذارا. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وين يوفانا ربي غير ثماس ولاش داش وسي روحا. هذه واحدة. اثنين النصيحة اللي قلتي باش نصيحة باش تعيشي في أمان. ثم زورو ثولتما تفضي ربي وتسقوا ذلك متجار ربي سبحانه عز وجل. ثم في سنة الصفر خاطر لاعب ذي صفرا ربو تيتجار يري بردان كثاقيك سغفلي وليم ربي سبحانه غدي وعذن وين الصبران يعدف لس البطل الصبر ربو تيتسجري يربذان. في ثلاثة مادام رجازيم يلهيذم الله يبارك زوجها راه مليح معاها الحمد لله. الحمد لله. إذن حمد ربي وشكريه مادام زوجك راه مليح معاك وما يتهمكش وراه يزور مواليك الخير ربح رحمة ربي. الحمد لله. هذا يعني هذا فضل من الله. هذا الحمد لله. التفضيل حمد ربي مادام رجازي ما كيقلا في قد النعمة وسيدي ربي ما تحمد ما ربي في النعمة أتدوم في اللون ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. وبعدين خمينا ولتما وتسرو يا راك زات وراوي ما تحزن ذوك هذا. المهم خميني بريئة يا رمض ربي زديض تصفيض يا رمض ربي وتسقى ذرا. الإنسان كي يكون بينه وبين ربي صافي ما يخاف ولا واحد ولا شيء. نعم. كما قالت رابعة العدوية إذا صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب. وكذاك يلحون فكال ذكال اكسغ لي وليم هني وليم ارجازيم الرويم حرز خامين او يخرب العشيم ان شاء الله اكمي هني ربي امكسر ربي الطانقي تهلكض أتسبع ربي في اللام إن شاء الله التهماقي أتسبع ربي في اللام ورتسقوا ذارا ورحت زنارة إن شاء الله السيول ثيكلتنا الله تنفكاد الأخت نجاة الهاتف نتواصلوا معك إن شاء الله نعطيوك نصائح أكثر إن شاء الله في حدود ما بقي من زمن نعطيه أيضا للإخوة المتصلين. الكاهنة من تيزي وزو دكتور. نعم كاهنة سي تيزي وزو محاولة الاتصال جاوبنا عليه وبعدين الله يبارك هي عندها أولادها وهي مريضة الآن قامت بولادها ولكن بسبب المرض يضربهم وقالت له كان تأثرت كثيرا وبكيت. قالت كنت عايشة نتعنف معاهم. نعم. يعني ما دام تأثرتي وبكيتي الحمد لله معناتها الأمر الرسالة وصلت كما شاميني غولتما ثمزوث هذا الشيء كيما يشفى ربي سبحانه عز وجل كيما يشفى ربي هذه سبعة ربي في اللام كل بلا ثقلت مزورث في السناث الرويم حرزيث ذلا نجري فسنيم أكنيث تحرزض أكمي حرز ربي وذي بعد فربي لها في اللام أطان أو كذا ليش كمي ربي الدنيث لا والنداء وجهت نداء لجميع الوالدين اللي راهم يمارسوا العنف هذه عندك أجر إن شاء الله تعالى كل يسمعوك الآن إن شاء الله يدعيوا لك بالشفاء ربي يشفيك وكذلك يأخذ منك هذا النداء وهذا النصيحة إن شاء الله تنصحوا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة يعني نتنصحوا جميعا ونخرجوا من هذا العنف إن شاء الله سالمين غالمين جميعا عفى الله عما سلف. اللي كان موالفي دير العنف يقول منا وغادي ما نديرش العنف. وهذه رسالتي إليكم جميعا أحبائي إخواني أخواتي. ليديا صاحبة الفيتير اللي فات على كل حال قلت لك لا في لا سوبي بالنسبة للطفلة أكيد مصدومة لأنها كانت حاضرة في الوقت اللي كان زوجها يمارس العنف عليها. دقيقة دكتور ربي يبارك فيهم إن شاء الله 120 يعني 120 ثانية ما شاء الله قولي هكذا باش تكبر يعني لا فيتيس تاع دكتور 120 ثانية الله يبارك. إذن بنتك إن شاء الله ربي يكون معاها ربي يحفظك يا ليديا وربي يحفظ بنتك إن شاء الله وما دام راهي تتبعيها عند البسيكولوج هذه يعني المتابعة السيكولوجية إن شاء الله تتحسن شيئا فشيئا. وبعدين تدير الأسباب وربي يرعاها كما حرز ربي حرزيت ذاك نتسقى ذار إن شاء الله تعالى
أما ذيك الرسومات اللي راهي ترسمها وكذا أنت عاونيها أيضا، عاونيها إن شاء الله شوية شوية، ربي ما يضيعهاش إن شاء الله تعالى. وما دام الأختي ديان تواصلوا معها، عندنا أرقامها وكذا إلى آخره، نزيدوا نصحوها حتى خارج هذا البرنامج. الآن آخر وحدة فتحي من فرنسا. نعم الأخ فتحي، يا سي فتحي نبادلك نفس المشاعر يا أخوي العزيز، ربي يحفظك وربي يفتح لك أبواب الرحمة ويسترك في الدنيا وفي الآخرة. والنصائح نتاعك غالية، إن شاء الله تكون سمعت أو يعني وجدت آذانا صاغية. نعم. الصبر وقدوتنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربي يسترك ويستركم جميعا معاشر المشاهدين والمشاهدات. نلقاكم في لقاء آخر إن شاء الله وقدر. إن شاء الله دكتور. نعم. بارك الله فيك دكتور، نشكرك على كل هذه التدخلات. لكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. رواه مسلم. أعوذ بالله من الشيطان